لسه داخله حالا، والمفروض ان احنا نحضر الغداء بسرعه جدا. انا كنت نقع عدس، ف مش عارفه اعمله ايه، بس انا يعني قلت هسلقه اهو، نقعته وقلت هسلقه ونشوف هنعمله ايه مع بعض. فيلا بينا نحضر الاكل سوا. طيب اول حاجه هعملها ان انا هسلق العدس، فانا عندي حله انزل بالعدس. ده تقريبا نص كيلو عدس، فهحط عليه ميه، مش هزود اي حاجه غير كمون. على ما اسلق العدس عايزه اقول لكم كام حاجه كده. اول حاجه انا ممكن يعني اسلق كميه عدس واحطها في علبه واحطها في التلاجة، وقت ما احب اعمل اي وصفه فيها عدس اطلعه. ده عدس بني مش عدس اصفر. خلاص، اي بقوليات انا بسلقها ما بحطش معاها غير كمون بس، ما بحطش ملح. يعني انا بحس ان مش كده كده مش هستفاد منه حاجه، كده كده هرمي الميه دي اصلا. بس انا بحط الكمون علشان النفخه بتاعه البصل. خلاص، فانا هسيبه كده يستوي خالص، انا عايزاه مستوي تماما، مش عايزه نص سوا او حاجه. وبعدين بقى نرجع نكمل. وصفه سهله جدا، مش هتاخد 10 دقايق والاكل هيكون جاهز تماما. كده سلقنا العدس خلاص في نفس الحله، غسلت الحله وهستخدمها تاني، معندناش وقت لغسيل المواعين. نار، هحط شويه زيت، نزل بقى البصل المفروم. هشوح البصله دي، عايزاها ايه، تصفر كده وطعمها يطلع وريحتها تطلع. هعمل ايه جنب الاكله دي؟ هالي شويه بطاطس وشويه مخلل والحمد لله كده قوي. شكرا. قبل ما ابدا اشم ريحه البصل هنزل بالثوم. هنا طماطم ضربتها في الكبه، بس انا عايزاها خشنه، مش هصفيها طبعا، عايزه قطع طماطم صغيره يعني. فهنزل بالطماطم. انا طماطم وبصل، هنزل بقى ايه، بسكر تشويحه، ملح، ليمون، شطه، مرقه خضار. طبعا انا مش هنزل بالكميه كلها، انا هنزل بنص بس. شويه ميه سخنه مش كتيره. هدي النار بقى عليه واغطي واسيبه ايه يتسبك كده مع بعض. بصوا بقى، ريحته تحفه، كاني طبخه لحمه وفراخ، ريحته فظيعه. وبقلي جنبه شويه بطاطس وبس كده. استنوا بقى اوريهولكوا في الاخر. بصوا بقى، اتسبك وبقى خطير. بصوا شكله تحفه، لحمه مفرومه مش عدس ابدا. عايز بقى جنبه عيش كتير طبعا يكون سخن، قليت جنبه شويه بطاطس وبس كده. الف هنا وشفا، جربوه وقولي رايكم ايه.